في إطار أنشطتها الثقافية، نظمت جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع تيزنيت الصالون الثقافي تحت عنوان قراءات في ذكريات ومذكرات المقاومة بالجنوب المغربي مساء السبت 30 مارس الجاري بالخزانة الوسائطية محمد المختار السوسي، التي أطرها مجموعة من الأساتذة والباحثين. هذا اللقاء كان لقاء علميا بامتياز، نشكر من خلاله جمعية الشعلة التي اختارت أن يكون موضوعا لها يرتبط بمذكرات وذكريات مجموعة من المقاومين الذين شاركوا في ملحمة الحركة الوطنية وجيش التحرير. طبعا هي قراءات متعددة بتوجهات مختلفة ومتعددة، ولكن القاسم الذي يجمع بينها هي أنها أرادت أن تحرر الوطن، أن تحرر الإنسان، وأن تحقق التغيير الذي نعيشه اليوم كمغاربة. فيمكن أن نقول شكرا لهؤلاء المقاومين وجيش التحرير لأنهم أوصلونا إلى المغرب الحديث والمعاصر. ولكن ما ننساوش بأن راه كاينين مجموعة من المقاومين قدموا الشيء الكثير، ربما قدموا أكثر مما قدمه هؤلاء الذين ذكرناهم في هذه المذكرات، ولكن للأسف حتى واحد ما كيعرفهم. إذا هذا مشكل، وبالتالي هنا تظهر قوة الرواية الشفوية، الشعر مثلا، الأشعار ولا المنظومات مثلا ديال النظام ولا الرويس فيها بعض الإشارات المهمة اللي ممكن نعرفوا فيها بعض الشخصيات اللي قدمت الشيء الكثير، ولكن أصبحت اليوم مغمورة. مثلا غير في تيزنيت مثلا هناك إبراهيم تيزنيتي، ها منزله لا يبعد سوى بضع أمتار على هذه الخزانة اللي احنا فيها. مثلا هذا مقاوم كبير ومناضل سياسي ما بعد الاستقلال، ما كتبش المذكرات، ما هضرتش عليه الصحافة بواحد الشكل كبير، وبالتالي كنبقى أننا بحال إلا ظلمناه نسبيا. هو مظلوم على المستوى الإعلامي وعلى المستوى البحث الأكاديمي والجامعي. لكن يبقى أن هذه الكتابات كلها تحتاج إلى تفحيص علمي وتحتاج إلى تعمق يجب أن يقوم به الباحث في التاريخ، فهي تعتبر مرجعيات أساسية لإعادة كتابة التاريخ الوطني بصفة عامة وتاريخ الجنوب المغربي بصفة خاصة. وبالتالي هي دعوة للباحثين الشباب لكي يهتموا بدراسة هذه الكتابات وكتابة التاريخ على ضوئها، لأن التاريخ أساسي، الماضي أساسي، ولكن لفهم الحاضر وبناء المستقبل الذي يجب أن يكون ظاهرا إن شاء الله. ومسألة ما كتبه محمد البصري مثلا، عبد الرحمن اليوسفي، أيتي الدر، كنلقاو مثلا عبد الرحمن اليوسفي واحد المدة كنتسناو المذكرات ديالو، فإذا بها خرجت، ولكن كاين إحباط بالنسبة للباحث، كاين إحباط بمعنى ما لقيناش محمد البصري نفس الشيء، أيتي الدر نفس الشيء، بمعنى هاد الناس عنده كاينه محاذير ماشي منهجيه، ولكن محاذير في ذكر الكل، في ذكر كل شيء الا استثناء. انا كنشوف الاستثناء مع الاحترام للاساتذه ديالي، الاستثناء وهو عبد السلام الجلي، هذاك ديريكت كيقول الحقيقه مباشره، هذاك الاستثناء بالنسبه لي. تابعنا في هذه الندوة مداخلات مجموعة من الأساتذة المتخصصين في التاريخ، ودارت حول قراءاتهم لمذكرات وذكريات مجموعة من المقاومين، بعضهم مذكراته مسجلة في كتب خاصة، والبعض الآخر مذكرات في يعني وثائق خاصة بالمقاومة وجيش التحرير. ثم بعد ذلك لأعود، ألم يحل بعد تجميع يعني تاريخ المحلي فالجهوي ثم الوطني، لأن الجنوب المغربي يختزن زعامات
يحق لنا أن نعتز بها ونفتخر بها من أمازيغ من عرب، ولكن غالبيتهم أمازيغ. وأنا سأضيف كما أضاف السي زعيم المساوي وغيرهم من كلما ننبش في الذاكرة إلا ونجد زعامة إما تعرضت للتهميش أو إما تعرضت للإقصاء إلى غيره. وأنا سأعطيكم اسما آخر ينضاف إلى اللائحة، ألا وهو حمد بن محمد بن إبراهيم بوشلاكن المشهور بلقب شيخ العرب. كانت أمسية يعني دسمة بالأفكار يعني التصورات، وكذلك بالإفادات المرتبطة بالمقاومة وجيش التحرير في جنوب المغرب. استمتعنا جميعا واجتمعت فيها الفائدة والمتعة، ولا شك في ذلك ما دام يعني المتدخلون كلهم من ذوي الاختصاص.